عارف ان انا باكل البطارخ بطريقه مختلفه شويه. انا بحب البطارخ متقطعه بزيت الزيتون والطماطم والبصل. فبالنسبه لي البطارخ المقليه ممكن يكون طعمها غريب شويه، طعمها قريب قوي من البطاطس المحمره. لا مش عارف يعني، انا ملياش تقل على البطارخ المقليه قوي، بس طعمها حلو. حبيب الدنيس وهو من اجمل السمكات، هو والبربوني. سر جمال لحمه البربوني طبعا للي ما يعرفش ان البربوني بيتغذى على الجمبري، فانت بتتكلم في بيور فوسفور. البربوني ده انت تاكل لك كده نص كيلو لوحدك وتمشي تنور في الشارع. نجرب الدنيس اللي هو يوازي في البحر الاحمر، بالنسبه للناس اللي بتصطاد في البحر الاحمر يوازي المرجان. طبعا في اختلاف طعم، ولكن هي نفس عائله السمكه يعني. اول حته بس اللي هعملها بادب كده واخدها بالشوكه والسكينه، بعد كده هدخل بايدي على طول عشان الشوك. الدنيس من السمك اللي لحمته عامله زي لحمه الجمبري، ناشفه شويه، حلو قوي. طيب نجرب بقى اللي هي الخلطه بتاعت المشوي اللي هم حاطينها قدامي. تحس انك بتاكل عامل زي الدقه شويه اللي بنحطها مع سويت، مع الفرق طبعا. الدنيس طعمه حلو، بس هي سمكه لما بتتشوي بتبقى دراي. اللي بيحب الطعم الدراي والطعم الناشف ده هتعجبه جدا. هي طعمها طبعا من ورا العقل يعني، رغم ان انا بصطاد كل انواع السمك في البحر الاحمر، الى ان سمكي المفضل هو البلطي النيلي بتاعنا البلدي بتاعنا ده، المقلي اللي بيتعمل في البيت، والبربوني. طبعا البربوني يعني معلش اعذروني، ما مش هينفع البربوني اللي قد كده اكله بالشوكه وسكينه، هو ينفع بس يعني هيبقى عذاب شويه. فانا هخش على طول